مرحبا بك. هل شعرت يوما أنك لا تستطيع مقاومة تصفح الهاتف؟ أو أنك تفتح تطبيقا معينا دون أن تنتبه؟ السبب قد لا يكون ضعف الإرادة، بل الدوبامين. الدوبامين هو مادة كيميائية في الدماغ، تعرف غالبا بهرمون المكافأة. عندما تقوم بشيء ممتع مثل تناول الحلوى أو الحصول على إعجاب في السوشيال ميديا، يفرز دماغك الدوبامين، يخليك تشعرك بالسعادة وتريد تكرار التجربة. في كتابه The Molecule of More يشرح الدكتور دانيال ليبرمان أن الدوبامين لا يمنحنا الرضا فقط، بل يدفعنا دائما إلى البحث عن المزيد، للمزيد من المتعة، المزيد من التحفيز، المزيد من المكافآت. وفي كتاب دوبامين نيشن تشرح الطبيبة آنا ليمبكي أننا أصبحنا نعيش في عالم مشبع بالمحفزات السريعة، مثل الفيديوهات القصيرة، الرسائل الفورية، والمأكولات الجاهزة. للسيطرة على الدوبامين تنصح بالتوقف المؤقت عن هذه المحفزات لمدة 21 يوما حتى يستعيد الدماغ توازنه. الخلاصة: المشكلة ليس في الدوبامين نفسه، بل في الإفراط في تحفيزه. سيطر على محفزاتك، واستعد التحكم في وقتك وقراراتك. ولا تنسى الاشتراك لمزيد من الفيديوهات عن علم النفس والتطوير الذاتي. شكرا لكم.